ده يا شباب ما الله جعله، ده يمكن يكون من اغرب الفيديوهات يا اخواننا اللي انا شفتها في حياتي. اذا الشعار الوحيد اللي رافعينه هو شنو؟ لا للحرب. اول حاجه الشعار ده انا حسب تقديري الشرعي وتقديري في مقام العباده وفي مقام المعرفه الدراسيه، اي زول بيقول لا للحرب شوف اثنين: يا انت قحاطي مجرم قاتل، يا انت في نهايه المطاف انت زول في نهايه المطاف زول خبيث. ده طبعا قالوا الشيخ اسمه طلحه يا مادي، طبعا اي زول عمل لدي ناس انا ذاتي من الشيخ بقه، انا وزير الشيخ برضه ما الله جعلها. مش يا اخوانا ربنا قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما؟ يا شباب اسمعوا كلامي ده. الشغله بتاعتكم دي يا اخوانا انا ما اعرف انتوا توصلون بها لشنو. يعني مثلا انت لو قلت الحرب معناها انت كده تقدر تنقذ الدعامه يعني. ما انت الشغله دي ما لها اسبوع يا اخوانا، الشغله دي لها 3 سنه، الشغله دي من اسبوع اسبوعين 3 اسابيع 6 اسابيع لا 3 سنه. الدعامه دارين نغزوهم، الناس اللي بيقولوا لا للحرب ديل ماسكين اقليم بتاع دارفور كله كانوا كبدوا معاكنا في النيل الازرق يا اخوي وكردفان. انت يا اخوانا قاعد تغشوا في منو؟ دارين تغشوا منو يعني؟ الموضوع اللي انا قاعد اتكلم فيه ده انتم تفوقوا الناس. الانسان السوداني ده عنده حقوق وواجبات زيه وزي اي زول ثاني اخر. في زول شايف انه يا اخي المده ما سمح، في ناس بيحبوا الدنيا والبهجه، قالوا يا اخواننا في شنو؟ ما قبل اليوم كنتوا قاعدين سوا اقعدوا. في زول قال لا يا زول شافوا له بيته حصل له حاجه غبينته وتفشت، قال لا بل بس ما في زول يقول له انت ما تقول كده، لكن اللي بيقول لا الحرب انت ما بتجي ما بتصنفه ولا بتقول له ده برضه ده سوداني زيه زيك في الدوله، ده ما داير الحرب يا زول، داير يمشي يبني. انت شايف انه القصه دي بتنتهي عسكريا 100%، ده رايك الشخصي. في زول شايف يا اخي انه الناس تمشي تقعد، ده ما بسبب بخليك انت دار تهدد الانسان السوداني وتجي جايب لنا زول يا دوب مطلع لي حته دقيقه كده وداير يفتي للناس يقول لهم قال انها حرام شرعا. انا مش ما قاعد اقولها لا للحرب بس بقولها لك حرام خلاص انا كده شايف ذنوب. القصه شنو يعني؟ قصه حنك ولا الطلس؟ مواطن سوداني شايف انه انت ما داير الموت، تحب الدنيا والبهجه والحياه وداير انك الامور تكون دسيسه، طوال اطلع قول لا الحرب يا زول. ما في راجل يقدر يرهبك يا زول. والسودانيين دي لسه حاليا انت مشيت عم بتكلم استفتاء، مشيت سالتهم قلت لهم الحرب دي دارنا ولا لا؟ الحرب دي هسه حاليا لو وقفت الليله ده كده صحيح قالوا الحرب وقفت، ماذا سوف يتضرر الانسان السوداني؟ خلي الراجل يرد لي بكره ده يقول لي بكره الحرب دي لو وقفت بخيته وعوضيه وعمك ابو بكر والريه هناك في شفتها نهر النيل وشفتها وهارون هناك شفتها في دارفور، الضرر حقهم حيكون وين؟ قلت لي ما بنقدر نتعايش معهم. عم نشوف الاستاذ بغال خاتينه فوق في المنصات بيقول لك كيفك يا السيد الوالي السابق للدعم السريع مرحبا بك في ارض الوطن، قاعد مع كبار داعمي الحرب. عم نشوفه هناك لو قلت ما بتقدر تتعايش شوف كيف البعرض الحمد لله يا زول وعاد الى حضن الوطن. دير عشت معاهم كيف انت؟ ده غير المستشارين الجو شنو قصه حنك. نهايه الكلام يا اخواننا هو السودانيين حرب دي ولا جديده وما في زول يشبك نتعايش ما نتعايش، في نفرين نتعايشوا. كان قلت حرب قبليها كانت المشتركه دي كانت تحارب في الدوله دي ذاتها، قبليها مالك عقار ده مادينه اعدام 15 سنه، قبليها جبريل ده ذاته اخوه دخل لغايه نص درمان دي قال داير يحرر الوطن من الجيش ده ذاته. الناس ما تتوهم فينا سالك الله اخواننا. هوي اي زول يا شباب في السودان ده عنده راي زيه وزي باقي الناس ديل، اداير الحرب قول بل بس يا زول قول متك فتك امشي عديل الميدان لغايه ما ربنا ينصرك ان شاء الله. ما في زول عنده معك كتاب، لكن ما تجي تجيب لي شيوخ السلطان ديل دار في النهايه تجي تطلع لك فتوى وتشريع لانسان سوداني مسكين غلبان ما دار الحرب عشان تجي تقول لي انت قحاطي ولا انت جنجويد. يا زول الجنجويد ده عارف للسلام شنو؟ اخواننا هوي الداير يقول بل بس يقول بل بس، الوضع ما عاجبك ما داير الموت ما داير خراب تقول لا للحرب وتغنيها عديل يا زول، والما عاجبه خليه طوال يطلع لك قسيمه امه يوريك ان السودان ده مسجل في قسيمه امه عشان هو يحدد للسودانيين ماذا يقولوا واين سيغيبوا. اخر سؤال، الحرب لو وقفت الليله بكره ساعه بقيته وساعه الريه وساعه ابو بكر وساعه عمك جاد الله، اديني حاجه واحده حيكونوا خسرانين هم. اذا الحرب بكره وقفت ماذا سوف يخسر هؤلاء الذين ذكرت اسمائهم؟